اسكندرية وبحرها، اسكندرية وناسها، بتعتبر إيطالية مصر. عايش فيها حوالي 4 مليون شخص. احنا النهاردة في اسكندرية اللي بتعتبر أزحم مكان في مصر في فصل الصيف. شط اسكندرية يا شط الهوى، كل المصريين في الصيف بيجوا اسكندرية، وده طبعاً علشان البحر وجوها الجميل. اسكندرية هي الدولة، ريحني كل العتاولة. ومن مدينة القاهرة لقلب مدينة اسكندرية هتحس إنك دخلت دولة جديدة. وده بسبب جوها الدافي وبحرها الجميل، وكمان ناسها الطيبين. وشوارعها اللي تحس فيها إنك في إيطاليا، وده بسبب تصاميم البيوت اللي فيها. احنا دلوقتي في كبدة الفلاح، في اللي بيعملها بالدقيق وفي اللي بيعملها باللية وفي اللي... أول ما تدخل المطعم هتلاقي كل شخص قدامه عدد سندوتشات كتير جدا. وأول ما قعدنا طلبنا كل واحد 15 سندوتش. والسندوتشات بتبقى عبارة عن نص رغيف عيش فينو، فبتاكله على مرتين. ودي من أحلى الكبدة الإسكندراني اللي ممكن تاكلها في حياتك. وبعديها قلنا نتمشى، فدخلنا المنتزه اللي بتعتبر أكبر حديقة في اسكندرية، وموجود فيها قصر الملك فاروق وشوية قصور تانية جنبها. وبسبب اتساع الحديقة هنلاقي فيها مرسى لليخوت وبحر وجناين كتير جدا، وساعات بيتعمل فيها حفلات. بتكون تذكرة الدخول للفرد 25 جنيه. وبعد ما ريحنا شوية لقينا نفسنا في مكتبة اسكندرية، ودي تعتبر أشهر مكتبة في مصر مش اسكندرية بس، وده بسبب تصميمها المعماري المختلف والمميز كمان. ولازم أي حد يجي اسكندرية يدخلها من غير ما يفكر. المكتبة كبيرة جدا وجواها متاحف كتير زي متحف السادات والآثار الفرعونية. ده برضه متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في بعض متعلقاته الشخصية وفي البدلة العسكرية اللي هو محطوط فيها.
وده بيدل إن هو مكان متنوع وفيه حاجات تانية كتير، مش مجرد مكتبة فيها كتب وبس. وطبعا ما ينفعش نكون في اسكندرية من غير ما نروح المعمورة. المكان كبير جدا، وأكتر حاجة عجبتني إنه مكان نظيف جدا لدرجة إن مفيش ورقة تلاقيها على الأرض. إحنا دلوقتي في ملاهي المعمورة. لو أنت معاك أطفال هيتبسطوا في المكان ده جدا، وده غير إن الأسعار رخيصة لكل الألعاب. وده يبقى كوبري ستانلي، كوبري زي أي كوبري، بس المختلف فيه إن على يمينك بحر وعلى شمالك برضو بحر. الكوبري بيكون زحمة وفيه ناس كتير جدا. فلقينا عربيات حلبسة واقفة وجبنا أحلى مشروب حلبسة، ويلا نقعد على الكوبري في الهوا علشان نستمتع بيه. احنا دلوقتي قدام قلعة قايتباي. القلعة دي بقالها آلاف السنين، ودي كانت من أهم الحصون الدفاعية على ساحل البحر الأبيض، وبيرجع بنائها للسلطان الأشرف أبو النصر قايتباي سنة 1479. السلطان بنى القلعة دي لتحصين مدينة اسكندرية، وعلشان كمان يحميها من الغزوات البحرية، وبتعتبر القلعة مبنية من الحجر الجيري، وده على مساحة 1750 متر مربع. المكان جميل جدا هنا. احنا في متحف المجوهرات الملكية، دفعنا تذكرة 20 جنيه. والمتحف ده اتأسس سنة 1986، والمكان لذيذ وهادي. والمكان ده فيه مجوهرات لكل ملوك اللي حكموا مصر، وهنلاقي كمان مجوهرات جاية من بره وشكلها حلو جدا جدا. المتحف موجود فيه 11,000 قطعة من المجوهرات. كل المجوهرات دي كانت مع الأسرة المالكة. ولما تلاقي نفسك خدت على المكان هتحس بالسلام النفسي، وده بسبب تصميم المتحف والرسومات اللي موجودة على الجدران الجميلة. أنا بصراحة من عشاق الجبنة، ولو أنت من عشاق الجبنة زيي فقدامك حل واحد: ألبان سويسرا. الناس هنا بتقول اللي بيجي اسكندرية وما ياكلش من ألبان سويسرا يبقى ما جاش اسكندرية خالص، وبصراحة عندهم حق. كل الأكلات معمولة هنا بالجبنة، بس الجبنة هنا مختلفة عن كل أنواع الجبن اللي كلتها في حياتك، وده لأن ليهم خلطة معينة بيكونوا بيها الجبنة من 12 نوع جبنة. عشان كده بصراحة أنصح أي حد إنه لازم يجربها. شط اسكندرية شط الهوى
شارع فؤاد. شارع فؤاد ده من أقدم الشوارع في اسكندرية، طبعا في كل المتاحف. المباني اللي قدامكم دي مبنية سنة 331 قبل الميلاد، وده في عصر الملك بطليموس. وانت ماشي في الشارع هتحس انك ماشي في فرنسا، وده بسبب الفن المعماري القديم اللي اتبنى بيه البيوت. فعلا اسكندرية طلعت دولة تانية خالص زي ما بيقولوا.